في البدء كانت مصر. هنا بدأ كل شيء عرفه الإنسان. هنا ولد فجر الضمير الإنساني. هنا كانت أول دولة موحدة في التاريخ. منذ أكثر من 5000 سنة، وتمضي الأيام والسنون، ويدور الزمان دورته، وتتعرض هذه الدولة لمخاطر كادت أن تقوض دعائمها. ومرة أخرى تهب الأقدار لمصر قائداً يذوب عشقاً في ترابها، ولا يخشى لومة لائم في مصلحة شعبها، ويسعى لتأسيس دولة مصرية عصرية قوية تقوم على التعددية وتنبذ الطائفية وتحقق الديمقراطية. إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيدات والسادة، شعب مصر العظيم، إنني أعلن أمامكم ممثلي الشعب بانتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب بإرادة حرة. هذا البرلمان المنتخب والذي جاء في أعقاب ثورة 30 من يونيو جاء مختلفاً عن كل البرلمانات السابقة، إذ يعد الأوسع تمثيلاً منذ نشأة الحياة النيابية في مصر، سواء من حيث العدد أو تمثيله لمختلف فئات الشعب، حيث وصل عدد أعضائه إلى 596 نائباً، بينهم 451 أعضاء لأول مرة في البرلمان بنسبة 75%. كما وصلت نسبة تمثيل الشباب فيه إلى 32% بعدد 186 مقعداً. كما يعد الأقوى تمثيلاً للمرأة بعدد مقاعد 90 مقعداً بنسبة 15%. وأكبر نسبة تمثيل للأقباط بعدد 39 مقعداً بنسبة 6%. فضلاً عن تمثيل المصريين في الخارج بعدد 8 نواب، و9 نواب من ذوي الإعاقة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية. وفي ظل ظروف وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة، شرع مجلس النواب في ممارسة مهامه. بسم الله، باسم الشعب أفتتح الجلسة. وتعد القوانين والتشريعات التي أقرها مجلس النواب الحالي حتى الآن هي الأكبر في تاريخ البرلمان المصري، بينما يعتبرها آخرون الأكثر تأثيراً في حياة الوطن والمواطن. تجاوزت عدد القوانين التي أقرها المجلس خلال أدوار انعقاده الثلاثة 493 قانوناً، هذا بخلاف 342 قرار بقانون كانت قد صدرت قبل انعقاد المجلس، وأوجب الدستور مراجعتها خلال 15 يوماً من تاريخ بدء عمل المجلس. وتوضح هذه الأرقام حصاد البرلمان التشريعي على مدى أدوار انعقاده الثلاثة، ومدى حرص النواب على الوفاء بمسؤولياتهم والوفاء بالأمانة التي حملها لهم شعب مصر العظيم. هذا البرلمان تصدى لقوانين غاية في الحساسية وملفات مزمنة استمرت عقوداً طويلة، مثل قانون بناء وترميم الكنائس الذي ظل المجتمع المصري ينتظره منذ أكثر من 160 عاماً. كما أقر المجلس العديد من التشريعات الاجتماعية لمساندة الفقراء ومحدود الدخل، ومن أهمها قانون الضريبة على الدخل وعلاوات الغلاء وزيادة المعاشات بكل أنواعها. وفي خطوة تحسب لهذا المجلس في انحيازه إلى الطبقات محدودة الدخل، وافقت الحكومة على طلب البرلمان بتخصيص 4 مليار جنيه إضافية لزيادة مرتبات العاملين بالدولة، لإضافتها للعلاوة الاستثنائية وزيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو 2018. وبعد 15 عاماً من الدراسات والمناقشات وإعداد المسودات، صدر قانون التأمين الصحي الشامل ليشمل جميع المصريين ويتحمل اشتراكات غير القادرين، ويهدف إلى تقديم خدمة صحية على أرقى معايير الجودة، ومنتظر أن يترتب عليه ارتقاء حقيقي بمستوى الخدمات الطبية ورفع معدلات صحة المصريين. وفي المجال الاقتصادي كان لابد من بناء تشريعي محفز وجاذب للاستثمار ويحقق الثقة بين المستثمر والحكومة. أقر المجلس قانون الاستثمار
ويعد البرلمان الحالي هو أول من اقترب من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك للحد منها وحماية أبناء مصر من سماسرة الموت وعصابات الإتجار بالبشر. وبعد معاناة استمرت أكثر من 40 عاماً لم يكن يحتوي فيها القانون سوى على حق واحد فقط لذوي الإعاقة، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ستمتد آثاره إلى 15 مليون مواطن. وإن شاء الله هنيجي نحتفل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنصر الكامل على خوارج العصر. كما أكد نواب برلمان مصر أغلبية ومعارضة وقوفهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمهم الكامل لجهود الدولة والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب. وإن اللجنة العامة لمجلس النواب فإنها تبعث بكل التأييد والدعم للقيادة السياسية في موقفها الحازم من الإرهاب. كما أقر المجلس حزمة من التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له من خلال إصدار قوانين الكيانات الإرهابية والإرهاب، وقانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد، وتعديلات قانون الطوارئ لتحقيق العدالة الناجزة. كما أقر المجلس قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، الذي يتفق مع جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. الموافق على هذا القانون يتفضل بالقيام. ولأول مرة في تاريخ مصر تكتمل منظومة تشريعات الصحافة والإعلام، ففي خلال دور الانعقاد الثاني أقر المجلس مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ومشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين. وخلال دور الانعقاد الثالث أقر المجلس 3 مشروعات بقوانين في تنظيم الصحافة والإعلام، وتهدف جميعها إلى تعظيم دور الإعلام وتنظيمه، ويوفر الضمانات الكاملة لحرية الرأي والتعبير، كما يتيح المناخ المناسب لعمل الصحافة والإعلام. وفي توجه برلماني يعكس وجود إرادة حقيقية لمواجهة الفساد، أقر المجلس مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن لواحدة من أهم الهيئات الرقابية الاستقلال الفني والمالي والإداري. فالموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائياً يتفضل بالوقوف. وفي تحرك من نواب البرلمان لدعم شعار صنع في مصر، وافق المجلس على مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. وخلال دور الانعقاد الثالث وبعد مناقشات مستفيضة لبرنامج الحكومة الذي طرحه أمام البرلمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان مصر تنطلق، وافق المجلس على منح الثقة لحكومة الدكتور مدبولي، وكان المجلس قد منح ثقته لحكومة الدكتور شريف إسماعيل السابقة في دور الانعقاد الأول. وتؤكد الحكومة أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملموسة وتحسناً كبيراً بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية في مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعي وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات. كان الدور الرقابي للبرلمان حاضراً بقوة خلال أدوار انعقاده الثلاثة، والتي شهدت تنوعاً في استخدام الأدوات الرقابية على أعمال الحكومة، سواء في القضايا العامة أو المشاكل التي تعاني منها دوائرهم. وكان أهم الظواهر التي تم رصدها خلال أدوار انعقاد المجلس أنه رغم ما شهدته قاعات المجلس ولجانه من تجاذبات في الرؤى والأفكار، فإن المصالح العليا للبلاد والشعب المصري كانت قاسماً مشتركاً بين جميع أعضاء المجلس. إن شاء الله كلنا تفاؤل بالمرحلة القادمة، كلنا تفاؤل باستكمال مرحلة الإصلاح الجاد، بإذن الله الوصول للبلد إلى
بر الأمان. هذا المبنى الحالي الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1924 قد شهد جانباً كبيراً من تاريخ مصر الحديثة، وعقدت الجلسة الأولى بداخله بتاريخ 15 مارس 1924. هذا المبنى قد واجهت قاعته الرئيسية مشكلة بعد أن وصل عدد أعضائه إلى 596 عضواً، وكان لابد من التفكير في مبنى جديد لمواجهة احتياجات المستقبل يجرى إنشاؤه حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون تحفة معمارية يمتزج فيها التاريخ بالأصالة والمعاصرة، بإجمالي مساحة 108,659 متراً مربعاً، أي ما يعادل حوالي 26 فداناً، ويتكون من مبنى رئيسي على مساحة 18,200 متراً مربعاً، ويتضمن قاعة المجلس الرئيسية التي تتسع لحوالي 1000 عضو، بالإضافة إلى مبان خدمية على مساحة 33,500 متراً مربعاً. وسيبقى 2 من يونيو عام 2018 يوماً سيذكره التاريخ وذاكرة مجلس النواب، شاهداً على دولة القانون والدستور، عندما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية أمام المجلس بعد أن غاب هذا التقديم 13 عاماً، إذاناً بعودة الدور التاريخي للبرلمان مع بداية مرحلة جديدة من العطاء. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. وعقب أدائه اليمين الدستورية ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة تاريخية أمام نواب الشعب. شعب مصر العظيم، أقول لكم بلسان الصدق المبين بأنني عازم على استكمال المسيرة، عازم على استكمال المسيرة متجرداً من أي هوى إلا هوى الوطن، لا أخشى سوى الله جل في علاه، ومتيقناً بأن أروع أيام هذا الوطن ستأتي قريباً. والآن ومصر كلها على أبواب مرحلة جديدة من الأمل والعمل، فإن برلمان مصر يؤكد العهد بأنه سيبقى دائماً داعماً لمصر وشعبها ورئيسها، ويدرك أنه لا يزال أمامه العديد من المسؤوليات والتشريعات التي سيتم إنجازها من أجل مصر، وتحيا وتبقى دائماً مصر. وختاماً نردد سوياً تحيا مصر، تحيا مصر.